السلام عليكم من رحاب مسجد النبي. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. دايما لازم يكون في حياتك وصال مع ربنا. كلنا بيبقى عندنا أوقات كتير بنسرح، بنعمل معصية، نبقى مستعجلين على الدنيا. التارجت اللي احنا عايزين نعمله مخلينا مقصرين ومش عارفين نعمل العبادات بتاعتنا كويس. بس الموضوع ده الحل بتاعه حاجة مهمة قوي. أول حاجة إن أنت تحط نفسك في وسط صالح. بمعنى إيه؟ يعني ما تروحش مثلا تخلي كل أصحابك أو الناس اللي حواليك مش بيصلوا مثلا، تبقى متوقع إن أنت هتبقى بتصلي كل صلوات في المسجد وتصلي الفجر كمان في جماعة. ما تروحش مثلا تخلي وقت التزاماتك سواء مثلا دروس، سواء مذاكرة، سواء مقابلة مع حد زميلك، انترفيو مع حد، أيا كان، تخليه وقت صلاة. فأنت كده في اللحظة دي بتفاضل ما بين إيه وإيه، إلا لو حاجة أجبرت عليها، يعني حاجة كده كده وقت محدد. وطبيعي جدا إن أنت تعتذر عشان الصلاة. مفيش حاجة اسمها مثلا حد حدد لك ميعاد في وقت صلاة المغرب مثلا أو صلاة العشاء فده لا إجبار عليك. لو أنت عندك القدرة إن أنت تقول لا أنا عندي صلاة ممكن بعد الصلاة، ده هيبقى يعني شراء للآخرة بالدنيا يعني. وفي خير كتير جدا لأن أنت بترسخ مبادئ إيه أولوياتك في الحياة. يعني لازم تكون بينك وبين نفسك قبل ما يبقى بينك وبين الناس، لازم تكون عارف ايه اولوياتك. هل اولوياتك دنيا بس؟ كل اللي فارق معاك ان انت تبقى في مكان فين، بتقبض ايه، عايش فين، لابس ايه، راكب ايه؟ ولا لا انا عندي حاجة اهم من ده اللي هو الاخرة خير الله. تالت حاجة مهمة قوي من الحلول العلمية ان انت تربط كل اعمالك اليومية بالصلاة. بمعنى ايه؟ لو انا مثلا دلوقتي هذاكر مثلا مادة معينة، فممكن اقول مثلا لو انا شخص نهاري ولا شخص ليلي، لان دي لو انا شخص نهاري فاقول مثلا ايه، انا هصلي مثلا الفجر وابدا اذاكر. لو انا شخص ليلي مثلا هخلص صلاه العشاء واريح شويه او اعمل اي حاجه اكتيفيتي وبعدين ابدا اذاكر. لو انا مثلا خارج اقابل واحد صاحبي، اربط الوقت او اربط الخروج او اربط العمل بتاعك بالصلاه. هنصلي العصر ونتقابل، هنصلي المغرب ونتقابل، هنصلي العشاء ونتقابل، وهكذا، عشان تذكر نفسك اولا ان في حاجه مهمه جدا اهم من الخروج واهم من اللي انت هتعمله ده، اسمها الصلاه. وتفكر صاحبك او الشخص اللي انت هتقابله ان في حاجه اسمها الصلاه، ده من باب ايه، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. وفكره المداومه ان هو بعد كده لما تيجي تقابل صاحبك ده هيبقى عامل حسابه والله ان احنا في وقت صلاه، فايه يخليها بعد الصلاه او قبل الصلاه وهكذا، عشان الصلاه اللي هي اهم حاجه اول ما يسال عليها العبد يوم القيامه هو الصلاه. فاذا صلحت صلحت سائر العمل. فعشان كده لازم تهتم قوي بالموضوع ده، ما تاجلش. بتقول اصل انا يعني مقصر شويه، اصل بعد شويه، اصل مخلص امتحانات، اصل مخلص كليه، اصل لما اسافر، اصل لما. مهم قوي ان انا اداوم على ده. مهم قوي ان انا احط نفسي في وسط ناس يعني عندها قابليه للهدايه، ناس الاساسيات عندها ثابته مش مضروبه، ناس عندها الدين اولويه قبل اي حاجه تانية. مش لازم ناس بالمفهوم بتاعنا شيخ او كده، لا، هو على الاقل يكون الثوابت عنده معروف. مش حاجة اسمها الصلاة، الصوم، الأركان الأساسية، وعنده قابلية للتحسن، عنده قابلية للتعلم. الدنيا مش لهيعة الحياة كلها. الحلول العلمية بتاعت الوقت دي مهمة قوي. لازم أظبط وقتي على الصلاة بحيث إن أنا ما يبقاش في حمل مضاعف إن أنا مثلا عندي حاجة فمضطر أسيب ده أو ده. برضو لو أنت رايح تعمل أي حاجة ترفيهية، عايز تتفرج على فيلم، عايز تتفرج على ماتش، عايز تتفرج على أي حاجة، وما تفكرش ان في حاجه مثلا ربنا مش بيحسبها. لا، كل حاجه بتتحسب. ان انت تبقى في وقت اذان بيصلي او الناس بتصلي صلاه معينه وانت عمال تتفرج على حاجه معينه، تتفرج على ماتش، تتفرج على مسلسل، ده لهو، ده ذنب كبير جدا، ذنب مضاعف. يعني لو انت بتعمل، حتى بتذاكر، بتعمل اي حاجه مهمه جدا، بتعمل شغلك، ده ربنا يعني حاجه اجباريه عليك، شغل مثلا لو انت في المستشفى او هكذا. لكن لا، ما تبقاش قاعد بتعمل حاجة ترفيهية وتقول لي أصل أنا مش هصلي جماعة، أصل أنا مش عارف إيه، أصل الماتش إيه. رتب أولوياتك واعرف إن الدنيا دي أيام، كلنا هنموت. دي الثابت الوحيد وده الحاجة الوحيدة اللي هتخليك تفوق لنفسك. الصحبة بتاعتك أهم حاجة. بص، أصحابك دول هم عايز تشوف نفسك فين، بص على أصحابك. صاحبت ناس كويسة، ناس عارفة يعني بتفكر في مستقبلها، بتفكر في ثوابت الدين، عندها حرام، عندها أولوياتها، إنه في حاجات مهمة وحاجات مش مهمة. ناس كويسة بمعنى إن أنت تبقى مبسوط لما تشوفهم، هتلاقي نفسك إن شاء الله بعد فترة نسخة منهم، أو على الأقل متشابه معاهم في حاجات كتير.
لكن ما تروحش تصاحب حد مثلا هو بيعمل ذنب معين ومستمر عليه وانت تتوقع ان انت هتغيره. لا بالعكس، فرصة ان هو يغيرك اكتر، لان احنا الشهوات عندنا كتير جدا، الذنوب منتشرة بشكل كبير، والنفس أمارة بالسوء، وبالتالي ما تختبرش نفسك. انت تختبر نفسك ليه؟ تحط نفسك في وسط النار وتقول انا مش هتحرق. فربنا يوفقنا واياكم ويجعلنا من الصالحين يا رب، ويرزقنا واياكم كل خير. السلام عليكم.